ورحمة الله وبركاته. نشرة الأخبار نستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. تم ضبط 3 نساء يمنيات التي هي فتحية وبلقيس وفادية. فتحية المحوتية وفادية عقلان وبلقيس الحداد احتلينا أكثر من 150 رجلا، وتجاوزنا مبلغا يصل إلى 211 مليار ريال يمني. فكفى لأصحاب الناس الذين يقولون أن النساء قليلات عقل، فهذا كذب وبهتان. وإن كان الأمر احتيال أو نصب واحتيال، فالأمر ليس بالكلام الذي تنطقون ولا بالتفكير الذي تفكرون. فالنساء ليست قليلات عقل كما يقولون، وإن كانت كذلك لما جمعنا هذا المبلغ الهائل 211 مليار ريال يمني. لست مع هؤلاء النساء، ولكن للتوضيح. أما البعض منهن زي فادية قد حكم عليها بالسجن هي وأخوها لمدة 7 سنين، وإرجاع مبالغ مالية للناس المضبوطة الذين تعاملوا معهم. هؤلاء الحريم كانت معاهم، مثل بلقيس الحداد كانت معاها شركة عقارات، وفادية معاها كل واحدة فاتحة فرع يعني من فروع الطالبين الله. فأنا لست معاهم، ولكن توضيح المعنى إنه النساء قليلات عقل. أما أغلب الثلاثة هؤلاء النساء قد ضبطت وحكمت عليهم بمبالغ إرجاعها للناس، وحكمت عليهم بالسجن.